هو إيه اللي بيحصل لي ده؟ انا مش عارفه بجد، انا مش عارفه ايه اللي بيحصل معايا الايام دي يا جماعه، وقسما بالله انا زهقت. الواحد مش عارف يصلح ايه ولا ايه. اوعوا تغلطوا غلطتي، انا جايه انصحكم، اوعوا حد يكررها تاني. شايفين منظر غسالتي دي؟ غسالتي يا جماعه ما كملتش ال5 سنين. نوعها يا جماعة يونيون اير، علشان لو حد يسألني في التعليقات، وهي 12 كيلو. بتاعت فرح بتاع جهازي، انا اكتر واحدة محافظة على الغسالة بتاعتها، بعمل لها دورات خل، الفلتر بتاعها كل شوية بشيله وبغسله، الجناب بشيلها بتاع الرواسب وبغسلها. تشوفين منظر الهدوم دي؟ بقى لها 3 شهور على الحال ده، بغسل حبة على ايدي وبسيب حبة، بغسل حبة وبسيب حبة، لحد لما تعبت في ايام، لحد لما اتكومت عليها بالشكل ده، لان مفيش غسالة بغسل عليها اصلا، على طول بغسل بايدي. يعني انا قررت شويه لما بدات اخف كده شويه، اللي انا اغسل حبه بقى هدوم للعيال، لحد لما ربنا يفرجها علينا، ونشوف الغساله دي هنبيعها هنصلحها، وهحكي لكم الحكايه بتاعها وايه اللي حصل معايا خلاها بالمنظر ده. يعني بقى لها 5 سنين، شكلها بقت خردة محطوطة في المطبخ، بقى لها 3 شهور من رمضان، خردة محطوطة ملهاش اي لازمة. انا كنت تعبانة جدا، ضهري كان تعبني ودراعاتي الاتنين، فالهدوم دي انا ما كنتش بسيب الثبات يتملى كده، بالرغم ان انا بغسل على ايدي بالمنظر ده، بملي البانيو بتاعي ونفس طريقة الغسيل بتاعتي دي، بس كنت بغسل كل يعني اي غيار بنغسلها، لاني مش عايزة الدنيا تتكوم عليا كده. بس جيت بقى تعبت، فلازم يعني مش لاقيين بقى غيار، ولا اطفال عندي عايزين هدوم ومحتاجين غيار، الاتنين بيغيرهم كل يوم مرتين. البنتين، الطفلة الصغيرة عندي بنتي بتغير البنطلون كام مرة في اليوم، بسبب شوكولاتة وقعت عليها، مية وقعت على بنطلونها، وقعت على هدومها، كبت مية على صدرها، غرق بقى التيشيرت والفانلة وكله، فنغير تاني. والايس كريم واي عصائر وقعت عليها لازم نغير. اتزحلقت في ميه كانت مكبوبه، هدومها اتعكت، بتحب تخش الحمام تغرق نفسها، لازم تغير هدومها. التانية بتلعب في الشارع، فكل ده محدش شايف كل ده، اللي شايفين اللي احنا بنغسل كل يوم على ايدينا على الغساله، فلازم يبصوا لنا، انت بتغسلي كل يوم، يبقى يبقى فيكي صحه بقى، عندك غساله بقى بتغسلي كل يوم. لا، الكهرباء وما لهمش فيه، ما لهمش فيه، بس لازم يتكلموا، لازم يحشروا مناخيرهم في كل حاجه. لو ما حشروش مناخيرهم في كل حاجه ويقفوا على اي حاجه ويتكلموا، لا ما يبقوش بني ادمين. طالما موجودين نثبت وجودنا. انا اصلا ما كنتش بسيب السبت يعني مليان كده، عمري ما سبت السبت مليان لحد اخره او بعد السبت. كل يوم كنت بغسل على ايدي، بغسل على ايدي كده لحد لما بتتهرى وبتتخربش بتتعور، بغسل بعد لما الغسالة باظت عندي. وكان في ظروف بقى، فقلنا لا هنسيبها، لا اما هنصلحها لا اما هنشوف لها بيع، فكنت بغسل على ايدي كل يوم. الغيارات اللي بتطلع كنت بغسل على ايدي، ما كنتش بسيب البتاع يتملى كده، وانا ما بحبش الهدوم عندي كتير، بغسل كل يوم او يوم ويوم. كنت بقول في الفيديوهات اللي فاتت اللي انا بعمل ادوار خلي الغساله، وبقول لكم ما تقلوش على الغساله، اغسلوا كل يوم، بدل كل يوم مرتين، بدل تغسلهم كل يوم الكومه كلها. عشان انا كنت بقول لكم كده في الفيديوهات اللي فاتت، مش انا كنت بقول لكم تغسلهم لو حتى كل يوم دور واحد، بدل تغسلهم مرة واحدة ويوم واحد الهدوم كلها، وتقلي بقى على الدرابوكس والموتور والكهرباء. هتقولوا لي بقى انت بتقولي كده ومحافظة عليها، امال باظت ازاي؟ باظت ازاي يا ست ايمان؟ انا بقى مش عارفة باظت ازاي. انا هقول لكم على اللي حصل. تمام، انا بغسل كل يوم او يوم ويوم، يعني الغيار اللي بيطلع بغسله وبنشره، وفي ساعتها كده وبطبق وبعين، ما بحبش السبت بتاع الغسيل يكون مليان. كنت نازله في يوم وديت مكه بنت الحضانه، وانا كنا داخلين على ايام بقى عيد، كنا في رمضان، وبغسل بقى كل يوم المشايات، بملى البانيو زي ما انتم متعودين في فيديوهاتي، بملى البانيو وبحط المشايات الصغيره في البانيو وبغسلها واحده واحده. كنت محتاجه كيس اريال على الاريال اللي عندي، فجبت اللي هو ب10 جنيه، قلت كان معايا فاكهة، فجبت اللي هو ب10 جنيه. فواحدة بقى من قرايب جوزي شافتني
تمام. فبتقول لي ايه، انتي جايبه كيس اريال هتغسلي هدوم ولا ايه؟ وهي ملهاش تسال. بس رديت عليها قلت لها لا انا هغسل مشايات وكم غيار لليان بنتي اللي هي الصغيره. قالت لي الكيس ده هيقضيكي، انت بتغسلي بالصغير، الحجم الصغير ده ب10 جنيه، ده انت بتغسلي كل يوم. ايش عرفك بقى انت انا بغسل كل يوم؟ ده انت عينك بقى على البلكونه بتاعتي ما بتتشالش بقى، صح؟ بغسل كل يوم. الكلمة دي اتقالت لي والله العظيم بنفس الكلمة بنفس الطريقة اتقالت لي كده، ده انت بتغسلي كل يوم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، والله العظيم بعدها تاني يوم، بعدها بيومين بالظبط، الغسالة نامت، ما قامتش، اتقتلت، فصلت، كل حاجة. كان فيها عيب صغير اللي هي ما بتعصرش، جبت واحد يعملها، تمام، بقت كويسة. فجأة لقيتها طلعت شياط، فجأة لقيتها بتعمل أصوات جامدة. بسم الله الرحمن الرحيم، في ايه يا أمي؟ ما انت كنت شغالة كويس. قلنا بقى ايه، يمكن اللي جبناه ده مش عارف يصلح العطل اللي فيها، فجبنا واحد تاني. جوزي بقى راح جاب واحد تاني، فقال لنا الغسالة دي بايظة، بايظة خالص يعني على الآخر، مش هتتصلح، ولو اتصلحت محتاجة مبلغ كبير، فأحسن لكم يعني ايه بدل تصلحوها وهي شكلها أصلا مش عارفة هي فيها ايه، نصلحها منين ولا منين. هقطع عليكم بس الحكاية وهقول لكم انا عملت ايه. انا غسلت بقى الهدوم واحدة واحدة كده وشطفتها في المية اللي كانت في البانيو، وعصرت الهدوم نص في الطبق اللي انا هنشر فيه، والنص التاني على القاعدة بتاع الحمام، علشان الطبق هيكون تقيل عليا، علشان الهدوم مش معصورة كويس، فالهدوم هتبقى تقيلة جدا عليا. انا غسلت بس يورين، حبة لليان وحبة المكة والملاية اللي كانت مفروشة على السر، بس كده زي ما انتوا شايفين يعني اكني ما غسلتش حاجة، الهدوم بالهبل. نرجع بقى للحكاية بتاعتنا. الراجل قال لنا ايه بقى؟ فتكملوا بقى عليها طباعة خردة، تجيب لكم واحدة جديدة بقى احسن، ربنا يعوض عليكم بقى. مش عارف اصلا اصلحها منين ولا مين، قلت له ده فيها عطل واحد يعني، ده مش عارفه مره واحده ما كانت كويسه وفيها حاجه بسيطه بس. قال لي لا فيها مشاكل كتير، مشاكل كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقولي لي بقى المشكله دلوقتي في العين او الكلمه اللي اترشقت في وشي، ولا اللي جبناه ويصلحها في الاول، ولا من مخالق ربنا اللي مش مركزين في حياتهم خالص خالص ومركزين في حياة مخالق ربنا التانيين؟ انا مش عارفة، كل يوم هنتعب كده. طب برروا لنا بس الموقف، قولهم اي حاجة يا ريت يعني. وهنا بقى وانا بنشر مكة كانت واقفة معايا بتساليني كده وبتهون عليا، بتقول لي يا ماما خد الحصالة بتاعتي كلها انا مش عايزاها وهاتلك بيها غسالة. اللي وصل بقى للاخر يصلي على النبي.